يا مساء الخير، انا مرت والنهارده هعمل لكم الجلاش الحلو، وهقول لكم كل تريكاته وازاي يطلع معاكم لونه ذهبي كده وجميل وفيه قرمشه، وفي نفس الوقت من جوه طري ومورق وشارب الشربات بتاعه مظبوط. وتقدروا ان انتوا تعملوا الشربات وتحتفظوا بيه كذا يوم من غير ما يسكر منكم، وهقول لكم الطريقه المظبوطه. اهم حاجه تتابعوا الفيديو علشان تعرفوا كل التريكات دي. اوعدكم ان انتوا هتعملوا جلاش احلى مليون مره من اي محل حلواني، وهتعتمدوه في اي مناسبه عندكم. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اول حاجه هحضر معايا الشربات وهخليه هو اول حاجه علشان لازم يكون بارد. فانا هحتاج لكوبايتين من السكر، ادي اول كوبايه معايا، ودي تاني كوبايه. هضيف عليهم بقى 3 كوبايات من الميه، ادي اول كوبايه ميه، ودول الكوبايتين الباقيين. انا كل ده طبعا انا لسه مش مولعه النار، كل دوت لسه تمام على البارد. انا بقى مش هقلب وهولع النار، هخليها عاليه شويه. بلاش تقلبوا السكر مع الميه علشان خاطر ما يسكرش معاكم. فدلوقتي هنولع النار، هنسيبه على النار كده لحد ما السكر يدوب حوالي 10 دقايق. اول ما يبتدي ان هو هيغلي هعصر نص ليمونه. بلاش تعصروا الليمون من الاول لانه بيقعد يعمل رغاوي كتير كده، وبيبقى بحسه بيطلع مش مظبوط. فالاحسن احنا نستنى لما يغلي وبعد كده نعصر نص ليمونه. دلوقتي عدى حوالي 10 دقايق ودلوقتي بيغلي، فانا هشيل الريمه اللي فوق دي. وزي ما انتم شايفين هو السكر داب اصلا من غير ما انا احتاج اقلب فيه او اي حاجه. هعصر ليمونه كامله علشان يعتبر كميه الشربات دي مش قليله. هقلب تقليبه بسيطه كده من النص. هو دلوقتي على يعتبر النار عالية، فانا ههدي النار حاجة بسيطة بس، يعني هتبقى عالية بس ههدي حاجة بسيطة. وهسيبها كده لحد ما، يعني مش عايزاها تقيلة قوي ولا عايزاها خفيف برضو مية. هسيبه كده حوالي 10 دقايق، يعني هرجع له بعد 10 دقايق وهشوف القوام ده اللي انا عاوزاه ولا لا، لانه لما بيبرد برضو بيتقل شوية. دلوقتي عدى حوالي ربع ساعة او ازيد شوية صغيرين، هقفل عليه وبصوا القوام بتاعه هوريهولكم دلوقتي. هو بيكون خفيف كده وهيتقل شوية بسيطة بس بعد ايه ما يبرد، عشان عايزاه بارد تماما. دلوقتي بعد بقى ما طفيت عليه هضيف عليه باكو من الفانيليا، سواء بقى فانيليا سايلة او فانيليا باودر زي دي مش هتفرق. انا بحب الباودر اكتر، بحس اللي هي السايلة بيبقى طعمها مش عارفة بحس البودرة بتكون احسن واخف. في الوقت ده بتبقى الريحة بجد تحفة. دلوقتي بقى خلاص هسيبه يبرد على جنب. حابين لو انتوا مستعجلين شوية ممكن تفضوه في طبق على جنب، حطوه في التلاجة علشان يبرد بسرعة. تمام. دلوقتي بقى هنحضر الجلاش وهو سهل جدا. دلوقتي بقى هنيجي للحشو، والحشو عندي سهل وبسيط خالص. هستعمل بس سوداني، تمام، وهطحنه. هحط برضو مع السوداني جوزة هند ناعمة، انا حابه اطحنهم مع بعض. حابين تطحنوا سوداني لوحده ما فيهاش اي مشكله. لو ما فيش كبه طبعا هنحط السوداني في كيسه ونقعد ايه ان احنا ندق عليه لحد ما يبقى ناعم شويه. الحشوه كل ما كانت ناعمه كل ما بتكون اسهل. ده كده شكلها يعتبر ايه مجروشه مش الناعمه للاخر. هفضيها بقى في طبق، مش هضيف لها اي اضافات، يعني مش هضيف لها سكر ولا اي حاجه زي ما هي كده. حابين انتوا بقى تضيفوا مكسرات زياده او زبيب او كده فزي ما تحبوا. هستعمل بقى للوصفه ديت ده نص كيلو من الجلاش، او اللي هي لفه الجلاش بتبقى نص كيلو. تمام. هفردها قصادي بالشكل ده. وهجهز بقى معايا الصينيه اللي انا هرص فيها. انا هستعمل الصينيه المستطيله دي علشان بتكون اسهل معايا في الرص.
تقدروا تستعملوا اي صينيه انتوا تحبوها. انا هدهنها بشويه زيت مع سمنه، بحب استعمل في الوصفات بتاعه الحلويات خصوصا الحلويات الشرقيه تكون سمنه فلاحي يعني. بس انا حاطه بس معلقه واحده من السمنه الفلاحي على حوالي كده تلت كوبايه من الزيت. حابين تخلوها كلها سمنه مفيش مشكله، لو حابين برضو كلها زيت برضو مفيش مشكله. هندهنها كويس. انا هلف معاكم بس اول ورقتين والباقي انا هعمله يعني مع نفسي. انا عندي هاخد الورقه بورقتها، يعني دي ورقه واحده مش طبقتين، وهبتدي ان انا كده ادهن الاطراف بتاعتها بالزيت والسمنه زي ما قلت لكم انا مخلطاهم على بعض. وهبتدي كده اخد من الحشوه وهرش بالشكل ده. برضو انا مش هحشيها جامد علشان برضو الجلاش ساعات بيتقطع وانتوا بتلفوا فما يطلعش حشوه بره. هتني الطرف الشمال والطرف التاني نفس الكلام، وبعد كده بقى هقفل. وانا بقفل بضغط عليها كويس وبلفها. اهم حاجه وانا بلفها اكون بضغط عليها ما تكونش مهويه، واضغط عليها كده وهتبقى بالشكل ده. وفي الاخر هرصها، يعني هرصهم كلهم في الصينيه وهم كده، وبعد كده هبقى هقطعها طبعا قبل ما ادخلها الفرن. هجيب الصينيه وهحطها بالشكل ده كده، وهكمل الباقي يعني بنفس الطريقه. دلوقتي دي الصينيه بعد ما عملتها كلها، يعني لفه الجلاش اخدت الصينيه كامله. وانا دلوقتي مولعه الفرن على بال ما اقطع الجلاش. هحاول اقطعه كله يكون بنفس التساوي. هحاول ان انا اسويهم جنب بعض كده، وهبتدي هقطعه لتلاتات. يعني انا بحب الصوابع تكون يعني مليانه كده وطويله. حابين تصغروها مفيش مشكله، حابين تقطعوها بورب شويه برضو مفيش مشكله، زي ما تحبوا الشكل اللي انتوا عايزينه. كده الطريقه دي بتكون اسهل ان انا اعمل الجلاش كله مره واحده صوابع وبعد كده اقطعه. اسهل ما اقطع الجلاش من الاول لوحده واعمل واحده بوحدتها هياخد مني وقت طويل قوي. دلوقتي برضو هدهن الوش برضو ببقيه الخلطه اللي احنا كنا عاملينها بتاعه السمنه والزيت علشان يدينا كده لون حلو. هدخله بقى الفرن على الرف اللي في النص على درجة حرارة يعني عالية شوية لحد ما يبتدي ان هو الاطراف بتاعته تاخد لون، ويبتدي ان هو برضو من الجوانب هنا تلاقوه بياخد لون. ممكن وقتها تهدوا النار شوية او تشغلوا المروحة علشان توزع الحرارة وياخد كمان من فوق لون كويس. هدخله الفرن وهقول لكم برضو هو قعد معايا في الفرن بالظبط قد ايه. دلوقتي ده شكله كده لذيذ. اخد حوالي 20 دقيقة. اول ما اطلعه لازم احط الشربات بارد، وكمان اللي هيخليه بعد كده معاكم طري من جوه ومورق ان انتوا بعد ما تحطوا شربات على طول غطوه باي غطا عندكم لمدة 10 دقايق. هتلاقوه كده بقى مقربش من بره وطري من جوه وشرب شربات حلوة قوي.